الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة الدورة 29 لمهرجان الطرب الغرناطي تحت شعار المتوسط يشدو أنغام غرناطة من 17 إلى 19 يونيو 2022 بمدينة وجدة وبعض مدن جهة الشرق. الموسيقى حضارات السيدات والسادة القديمة برئاسة إدواردو بانياغوا. الفرقة تأسست سنة 92 و900 وألف، ولكن هذه الفرقة تم استدعاؤها خصيصا لهذا العرض الموسيقي، وقد تم استدعاء مغنيين من إشبيليا، برشلونة، ثم مغن من السودان. نعم، مغن من السودان يعيش بإسبانيا. هذا دليل على أن هذا التثاقف، هذه الحلة الفنية الثقافية التي تربط بين الشعوب. هذه الفرقة متخصصة في موسيقى العصور الوسطى، والعرض سيقدم هذه الأمسية عرض عن الموسيقى الأندلسية المسلمة ذات الصلة بالأخرى العربية المسلمة. الموسيقى الأندلسية هي هذا المزيج من الموسيقى المغربية والجزائرية والتونسية. هناك تيارات وهناك مدارس. كانت هناك ندوة في هذا الصباح تحدثت عن هذه الموضوعات وسطرت على العلاقة ما بين الطرب الغرناطي وفن الملحون. المهرجان ليس فقط سهرات فنية ثقافية، إنما هو كذلك ندوات علمية معرفية فكرية وتلاقح وتثاقف بين هؤلاء الذين يشاركون في هذا المهرجان. قلت إن الموسيقى الأندلسية مزيج من الموسيقى المغربية الجزائرية والتونسية، ويندرج كذلك فيه الغرناطي والجزائري والمالوف التونسي، وكل هذا سنستمع إليه وسترون هذه الفرقة إدواردو بانياغوا تحت تصفيقتكم. سيداتي سادتي، سهرة ممتعة. الحبيب واتجو الحبيب
الحبيب يا سعد من له يا لا يا لا وجه الحبيب بدر التمام بدر التمام قاعد حجر أشجاني أشجني يا قدي وياك يا قدي وياك وين عشيقي الفاني ويا لا لا يا لا لا يا قدي وياك. Gracias.